نادي الوطن، قلعة المنارة، عصب كرة القدم اللبنانية. بالحلقة السابعة من برنامج نجمتنا بتلمع على شبكة شعب النجم العظيم رح نستعرض نحن وياكم الجهاز الإداري والفني للفئات العمرية النجموية، لأنه النجمة مدرسة كروية عريقة، ولأنه أعظم وطن هو خزان المواهب المحلية وحجر أساس لانطلاقة العمالقة. من الطبيعي تكون دراسة رؤية العصر الذهبي مرتكزة على أهم منبع بالنادي، الجيل الجديد. قبل انطلاقة موسم 2025-2026 شكلت إدارة نادي النجمة جهاز إداري وفني للإشراف على الفئات العمرية بكل مراحلها ووضعها على السكة الصحيحة. خلينا نشوف سوا مين هن الأشخاص المؤتمنين على كنز النادي الكبير. رح يتولى إبراهيم فقيه الإشراف الفني بمساعدة محمد قمر. أما مديرين الفئات العمرية هن أحمد فقيه ومحمد القسطى، ثلاث مدربين حيتساعدوا لتدعيم أساسات بنيان الكيان النجمي العريق، محمد سبيتي، محمود فرحان ومحمد قمر، وبساعدهم رؤوف نور الدين ومحمد طحان بالإضافة لفؤاد سوبرا. وبضم فريق العمل مدربين للحراس وهن عباس شيت، نادر العرب، وأحمد حبواتي. أما المعد البدني فهو محمد حركي، المعالج الفيزيائي عمر بكري، المسؤولين عن التجهيزات حسين يونس، حسن عتريس، حسين زين الدين. كلنا أمل يطلع عنا مستقبل مشرق للنادي والجمهور وجيل نجماوي جديد كله عزيمة وإخلاص وثبات. بالتوفيق المطلق شعب النجم العظيم.